في موضوع كده عايز اتكلم عنه ولو ان انا مش من الشخصيات اللي بتحب تتكلم عن المواضيع دي، وخصوصا في ظل احداث زي اللي احنا فيها حاجات اهم بكتير من ان احنا نتكلم في المواضيع اللي زي دي. بس صراحة الموضوع ده انا حابب اتكلم عنه لانه ده درس كبير جدا لكل حد ممكن يبيع قيمه ويبيع موهبته مقابل الفلوس. اللي حصل انه تركي آل شيخ يعني ادى كارت احمر وبشكل مهين لكل الفنانين المصريين في موسم الرياض السنة دي. تركي آل شيخ لما جه عمل موسم الرياض يعني عمل الفكرة، كان عارف ان مصر هي بلد الفن. مصر هي اللي هتعمل من المهرجان بتاعه قيمة. عشان كده ضخ كتير جدا فلوس وكان اعتماده الكبير جدا على الفن المصري عشان يقدر ينجح، لانه عارف انه مش هينجح من غير كده. وفعلا عمل ده. وفي وسط الاحداث دي كنت بقعد ابص كتير على الفنانين اللي هم كتير معروفين واللي هم ليهم تاريخ وغيره. وكنت بستغرب جدا، انتوا ازاي يا جماعة كده؟ انتوا ازاي سايبين حد يتحكم فيكم بالطريقة دي؟ وكان شيء واضح يعني، وكان واضح انه الموضوع كله مقابل الفلوس. ولكن ده درس لكل الفنانين المصريين، ان هم يعرفوا قيمتهم كويس قوي، وانه الفلوس مش اهم حاجة، وانه قيمك ومبادئك وفنك وبلدك اهم بكتير جدا جدا من انك تبيعهم مقابل شوية فلوس. اتمنى يكون الدرس ده وصل و... ومصر هتفضل هي مصر. هتفضل هي صانعة الحضارة والمستقبل والتاريخ والفن وكل حاجة. وأظن اللي حصل ده كان رد اعتبار للفنان العظيم محمد سلام، الراجل اللي اتمسك بمبادئه، الراجل اللي مرضيش يعمل حاجة عكس قيمه ومبادئه، واعتز بنفسه ورفض انه يعمل اي حاجة مقابل الفلوس، وضحى بمهنته وضحى بالحاجة اللي بيحبها واكل عيشه. تحيا مصر والسلام عليكم.